هذا الشاب هو النقيب حارث السوداني، التابع لوحدة الصقور بالمخابرات العراقية. مارغريت ذكرت بكتابها أنه حارث كان من أعظم الجواسيس اللي مروا على العراق، واستطاع أن يتغلغل بنص تنظيمات داعش كداعشي، واختلق شخصية لنفسه إلى أن كنوه أبو صهيب. حارث على مدى 16 شهر من الاختراق كان له سجل رهيب وعظيم، واستطاع إحباط 30 هجوم بسيارات مفخخة، والمساعدة في اعتقال 18 انتحاري، والقضاء على 7 قياديين بارزين للتنظيم. المخابرات العراقية حتى يغطون على حارث كانوا ينشرون أخبار كاذبة عن هاي التفجيرات بوسائل الإعلام، وحتى يسوون تفجيرات وهمية. السودان انكشف باخر عملية له بعام 2017 أدت إلى إعدامه، ولليوم جثته مجهولة. اللي يحس بالقلب هو عدم الاحتفاء بهذا البطل من قبل الحكومة والإعلام العراقي بشكل لائق، بحيث والد حارث ذكر بمقابلة صحفية: أنا مصاب بجرح بقلبي، حارث عاش ومات من أجل بلده، ولكن ما حظى بالتكريم اللي يناسب تضحيته. من المؤسف أن الآخرين حتى يكرمون بطولات وتضحيات جنودهم وقادتهم يختلقون شخصيات، لكن إحنا بالعراق نتجاهل البطولات والاستبسال الحقيقي لقواتنا الأمنية. في حين يتم تخصيص عقد مثلا مع ولاية بطيخ بأكثر من $1,000,000 أمريكي لإنتاج 30 حلقة، كل حلقة ما تتجاوز 20 دقيقة، والكل يعرف ولاية بطيخ وأمثالها ايش تتناول.